اولا يا صاحبي، يا رب تدخل الجنه اللي تدوس لايك وتصلي على النبي في الكومنتات عليه الصلاه والسلام. بص كده يا صاحبي، مش حاسس ان التليفون بقى بيشغلك عن كل حاجه؟ يعني تبقى ناوي تذاكر او حتى تشتغل او حتى تقوم تصلي، وفجاه تلاقي نفسك بتتفرج على فيديو لراجل بيرقص مع بطه. احنا اتسرقنا يا صاحبي، بس في حل ان شاء الله وهنقدر نرجع سيطرتنا دي تاني. اول حاجه عايزك تعملها وهي حركه جريئه جدا، اقفل كل الاشعارات اللي ملهاش لازمه، اللي اصلا هي جايه من السوشيال ميديا اللي هي معطلات. يعني مفيش صوت غير لو في مكالمه او حاجه مهمه. صدقني اول ما التليفون يسكت دماغك هتصحى تاني وهيفرق معاك الموضوع جدا. تاني حاجة عايزك تعملها، نظم وقتك مع التليفون. مش لازم تقطعه خالص، حاول تعمل ميعاد لاستخدامه في اليوم، مثلا ربع او نص ساعة، وخلال اليوم الباقي حاول التليفون يبقى بعيد عن عينك او بعيد عن دماغك حرفيا. تالت حاجة وهي جامدة جدا، جرب يوم من غير تليفون خالص. عارف انه صعب، بس التحدي ده بيخليك تلاحظ الحاجات اللي كنت ناسيها، زي مثلا الهدوء، الناس حوالينك، حتى صوت دماغك اللي كان بيتغطى بالسكرولينج اللي انت كل شويه عمال تعمله على التليفون. رابع حاجه واهمها، لما تشتغل او تذاكر خليه في اوضه تانية. انت كده بتقول لعقلك انا اللي بتحكم، مش الموبايل هو اللي بيتحكم فيا. سيبك من السيطره الوهميه وابدا ارجع لنفسك الحقيقيه. انت اللي في ايدك الريموت مش التليفون. وجرب اللي انا قلته النهارده، ولو حسيت بفرق تعالى قول لي. ولو عندك سلاح سري ضد ادمان الموبايل شاركه معانا. ما تنساش تدعم المحتوى عشان هو ده اللي بيخلينا نكمل. واهم من المونتاج هي المعلومة اللي ممكن تغير حياتك للأفضل.